السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى، بصوا، علبه شكلمه ما شاء الله عليه. شفت الشياكه والجمال بتاعها؟ باسهل طريقه هنعملها. بصوا الجمال بتاعها، طريه فخمه فخمه، جايبينها من عند العبد او من عند المحلات الكبيره قوي. ايه رايكم؟ يلا نشوف احنا هنعمل علبه الشكلمه دي ازاي. كل سنه وانتم طيبين. عايزين نعمل الحاجات اللي احنا هناكلها بس، ما نعملش حاجات او كميات ونركن. لا حرام، السكر غالي وكل حاجه غاليه. يلا بينا يا حبايبي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا ربع كيلو جوز الهند، ولا هي خشنه قوي ولا هي ناعمه قوي. معلقتين دقيق، ربع معلقه ربع كوبايه سمنه، 3 بيضات، ونص كوبايه سكر. سكر خشن، سكر بودر، المتاح عندكم اهو. ومعايا هنا عسل كلوكوز، هاخد منهم معلقتين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنحط ال3 بيضات هنا. 3 بيضات، مش في يعني مش تطلعي من التلاجة وتعملي، لا. حطينا نص كوباية السكر. ولا هنعمل بقى بمضرب ولا كهرباء ولا عجان ولا اي حاجة، باسهل طريقة. حطينا الفانيليا. عندك سايلة حط، عندك اللي هي البواكي حطي اهي. نقلب السكر مع البيض كده خالص اهوت، لغاية ما نحس كده ان السكر دايب في البيض والفانيليا اهيت. كل حاجة بقت غالية، وحاجة بقت الأيام صعبة حقيقي يعني. هنعمل نفرح ولادنا وخلاص بأي حاجة اهيت. دولت معلقتين عسل كلوكوز. اللي ما عندوش عسل كلوكوز يحط عسل التقيل اللي هو بتاع الكنافة يا حبايبي. ما عندكوش عسل يعني محطوط في التلاجة ولا حاجة، حطي عسل أبيض. ما عندكيش عسل أبيض، حطي معلقتين مربى. معلقتين مربى، أي مربى عندك. المعلقتين هتبقى كويسة برضه. شوف انا ببسط لك الدنيا ازاي. ميمي مش بتعقد لك الدنيا في اي حاجه، وما بتوقف لكيش اي حاجه صعبه خالص. بصوا سهله وبسيطه اهي. حتى لو بمعلقه، ما عندكيش المضرب اليدوي ده، بمعلقه يا ستي، معلقه خشب كبيره كده يكون جامده. حاجه بسيطه خالص، ما بنوقفش الدنيا وهنحط السمنه بقى. عندك سمنه، عندك زبده برضو، المتاح عندك اهي. بننزل اللي فيها كلها اهي. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت ال3 بيضات، وحطيت النص كوبايه سكر. عايزه تزودي بقى السكر ده بتاعك. وحطيت فانيليا، معلقه فانيليا، والسمنه، وضربتهم مع بعض اهوت خالص دي حاجه من السكر تقريبا، ولا يعني حاجه بسيطه كده طلعتها. اه بدل ما نعمل او نروح نجيب علبه حلاوه قد كده يا حبايبي، لا احنا نعمل حاجات على قدنا. ومعلقتين دي انا حطيتهم على جنب كده مع جوز الهند. انا هنزل نص الجوز الهند ديت، مش هحطها كلها، عشان ممكن الخليط دوت يعني ما ناخدش الربع كيلو كله. ما ناخدش الربع كيلو كله. اهو نعجنها كده. زي من دقيق لدقيق يختلف، برضو جوز الهند تختلف. ممكن نستكفى يعني بال3 بيضات وكده، وما تاخدش الربع كيلو كله. نشيل بقى المعلقه، ايدينا زي الفل، عشان اشوف العجينه تبقى في ايديا ازاي. هي طريه خالص. هنحط بقيه جوز الهند طريه اهي، عشان في جوز الهند بتبقى خشنه، ما تاخدش يعني ما تاخدش السوائل دي كلها، يعني تحطيها كلها وتعوزي معلقه كمان اهي. لا بصي لسه برضو طريه. كده حطينا الربع كيلو كله اهي. نعجنها بايدينا كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعجنها بحسها بايديا كده اهي. بصي تبقى تتشكل كده، وممكن تعمليها بايديك، ممكن بقى اي حاجه عن. انا برضو مش معقده الدنيا. انا دهنت الصاج نقطه زيت بسيطه كده خالص، وادي المعلقه برضو ما رضيتش اعمل بكيس حلواني،
عشان في ناس كتير يقولوا مش عارفين نجيب الاكياس بتاعت الحلويات دي منين وكده. لا انا ببسط لك الدنيا. دي معلقه اللي هي بتاعت المكيال، اللي هي بتاعت الدقيق والسكر والحاجه دي اللي هو طقم على بعض. ايه بصوا ايه، انا بملاها وبدا يعني بدوس عليها بالسكينه عشان ما تبقاش فيها فراغات من جوه. ايه وبخبطها خبطه كده على الصاج بنزلها. ايه ولا كيس حلواني ولا بيتقطع ولا مش بيتقطع. لا مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. ايه شوفوا بملاها بالسكينه كده وبضغط عليها عشان ما يبقاش فيها فراغات من جوه. اهي ايه وجايبين بقى شويه كريس كده شويه ب10 جنيه على قدنا. مقطعها 4/4، عايزين تقطعوها نصين اقطعوا التقطيعه برضو بتاعتكم. اهي نعمل كام واحده كده وبنحط الكريز عليها. مش عايزه تحطي كريز ما تحطيش، انا مخليلك الدنيا مفتوحه خالص اهي مش معقده. اهي بعمل بالمعلقه تاني. انا لسه قايده الفرن يعني يبقى حامي شويه بس مش سخن قوي. لا انا قايده لسه اهو، خليت بنتي قادته عشان يبقى سخن. انا هدخلها على 180، هتقعد حوالي 25 دقيقة. 25 دقيقة انا ولا هقيت شواية ولا حاجة. اما الفرن بيبقى سخن واخد درجة حرارة كله عشان تطلع لون واحد. اهي انا عملت القشطة وعملت المسمسمة وعملت الفولية ودي الشكلمة. ربنا يسهل ان كنا هنعمل الملبن ولا هنشوف الدنيا فيها ايه. انا مش هعمل الحلويات كلها عشان ما بناكلهاش، احنا ما بناكلش الا الحاجات اللي انا بعملها دي. وانا برضو زي ما قلت لكم الحاجات اللي انتوا بتاكلوها عشان ما تعملوش حاجات وترموها، وكميات حاجات بسيطة كده اربع اربع. آه. بمعلقة بقى بايديكي زي ما انت عايزة. اهي ما شاء الله يعني الربع كيلو عملوا لنا صاجين حلوين قوي. روحي بقى ما بتجيبي علبة الحقيقة وما بيدوكيش بقى كده، بيدوكوا بيحط لك يعني يمكن 2 بس، 2 أو 3 بالكتير في علبة الحلاوة. لا احنا عملنا ما شاء الله هي علبة. آه. انا هحطها على الشبكة، ما تحطوش في ارضية البوتاجاز، ما تحطوش على ارضية الصوت. ايه وانا هسيب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. اه وقت ما تعوزوا هتعملوا هتلاقوها. ايه قعدت 25 دقيقة. بصوا ما شاء الله كلها لون واحد. انا ما قدتش الشواية. شوية شربات بقى خفاف، انا كان عندي شوية شربات كده فايضين عندي حطاهم في التلاجة اهو. مش عايزة تحطي ما تحطيش، الشربات بارد وديت لسه طالعة من الفرن الشكلم، فبحط يا دوك او بصوا نقطتين على الوش كده. آه. مش عايزين تحطوا برضو براحتكم. انا يعني بقول لكم المتاح كله. مش عايزين تحطوا ما تحطوش ولا اي حاجه خالص. مش عايزين تحطوا كريز ما تحطوش برضو. احنا جبنا حبه ب10 جنيه وحطينا اهيت. بصوا الجمال، دي لما طلعت من الفرن على طول. اهي اهي وادي عبيناها كده في العلبه في الشياكه والجمال. حاجه ميمي ديت حاجات بسيطه وسهله واقتصاديه. حاجاتي كلها على قد الايد ولا مكلفه ولا اي حاجه خالص. ايه بصوا ايه رايكم بقى في الجمال دوت. ايه هتروحي بقى تشتريها قد كده بالشيء الفلاني من محل كبير. لا احنا عملنا احنا اهوت. انتوا بقى يا حبايبي ان عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم يا حبايبي. ربنا يخليكم ليا يا عز الحبايب. كل سنه وانتم طيبين. انا حطيتها في ابتدى في ورق كوب كيك. ما حطيتهاش بقى سويتها فيها، لا انا خليتها بعد ما طلعت قمت حطاها. طلعتها من الصاج وحطيتها اهي. شايفين عاملين ازاي اخر جميل. يلا السلام عليكم.